تيران فريمون مغطي وكليماتيزي واعر.
ده الدفاع علي احمد وستيفن وسيجور وبوكنان، والتصوير جول 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 مغربي يا أناحي. الله عليك الله عليك يا عز الدين. لا عز الدين يعني الراجل خد الكرة ايه كما يقول كتاب كرة القدم في صفحة التهديف. حينما تكون متعثرا في اختراق الدفاعات عليك ان تذهب الى التسديدات. سلاح التسديدات القوي الذي يعني لا يمل منه كل المنتخبات والفرق في كل العالم. عز الدين أناحي يصوب كرة يعني تحف بالقائم الايسر لمرمى الحارس كريبو، معلنا هدف السبق في هذا التوقيت. التوقيت ايه؟ الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني. دي حلاوة الكلام. ضربة حرة رجعها اشرف حلوة على حدود منطقة ال 18 يا جماعة. عملها له، خدها فيرست تايم مرة واحدة من لمسة واحدة، تمر ما بين اقدام وسيقان المدافعين وتستقر في اقصى الزاوية اليسرى لمرمى ماكسيم كريبو. الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الثاني يتقدم أسود الأطلسي بهدف أناحي. هدف جميل يا دكتور، هدف جميل، وأكد الفكرة اللي كنا بنتكلم عليها قبل المباراة لما قلت لك 1 و2 و3 اشرف حكيمي واثناء الشوط الاول وما بين الشوطين ومع بدايه الشوط الثاني حتى الهجمه من بدايتها هو اشرف حكيمي، ابراهيم دياز، ثم سفيان رحيم اللي تحصل على الفاول، واشرف حكيمي بكل عقل بيلعب الكوره. فاشرف حكيمي يا جماعه مفتاح، وبرجع اكررها تاني، مفتاح مهم جدا جدا للمغرب. لما يتحرر او يفتح بقى القفل كويس تلاقي المنتخب المغربي بيفتح كل الابواب من اجل التسجيل، وقد كان. واشرف حكيمي بيبروز الفكره بتاعتنا وبيخلي من البداية المغرب يكون ليها شكل هجومي والسبق. وعز الدين أناحي بيبروزها اكتر واكتر بتسديدة رائعة كابتن اشرف، ولا اروع من هذه التسديدة. لكن عايز اقول لكم زي ما كان بيتكلم الدكتور عادل ان جي سي مارش المدير الفني الامريكي للمنتخب الكندي قفل كل الزوايا والابواب والانفاس كمان على حكيمي في الشوط الاول، فلم يظهر المنتخب المغربي بالظهور المعتاد. صحيح. لما هرب اشرف بخبرات السنين نجح في ان هو يحط الكوره يعني على طبق من ذهب كده، بيقول له جيب جول. والراجل عز الدين أناحي لم يتردد ولم يتأخر ووضع المغرب. رجع المرة تانية الكرة في نص الملعب، دياز اللي بينزل كمان لتحت، انما على طول يستلم اشرف حكيمي وسباق سرعه سباق سرعه. ايه خد مساحه، الله اكبر الله اكبر، حاجه حلوه يا اشرف. ويا ولد على الفنت الحلو يا ولد، وخد ايه ما ادالوش الخطا يا راجل، ما ادالوش الخطا على حدود منطقه. اشرف حكيمي اشتغل. بص السبرنت اللي اتفتح من عند منطقه جزاء لمنطقه جزاء، ما شاء الله ما شاء الله فعلا حاجه مشرفه، ولعيب ممتاز خلقا وفنا، ويعني اصبح من اصحاب الخبره. هجمه المرتده ممكن تبقى فيها كلام كتير. اهي المرتده اهي، اسرع هتعمل خطوره، اسرع هتعمل خطوره هناك. ايوه كده، برافو عليك. خش يا دياز، جول يا دياز، جول يا دياز، جول يا دياز، يا دياز يا اشرف يا محمود يا ولد يا ولد. انا وانت قايلين روح يا راجل جول، روح يا راجل جول. أناحي النهارده يوم سعده، أناحي يوم سعده باينه. يعني عادل سعد بيقول لك ايه، لو رجعت الكره لان كله مندفع، الكره شفتها عند دياز بقول له روح يا دياز، خلص يا دياز. وقف دياز عند منطقه ال 18 حطها للقريب منه مين؟ أناحي ليله سعده يوم هناه، بيجيب النهارده هدف تاني يا ولد. بس ايه، بيحتفل هو ودياز لان الجول ده مشاركة او شراكة. مبروك مغرب كده تمام التمام. بقى 8 دقايق والتقدم بهدفين لأناحي. انا جاي لك من المستقبل. نعم انا جاي لك من المستقبل يا كابتن اشرف. قلت لك من AI من 5-6 ثواني انا شايف اندفاع كبير للمنتخب الكندي. ممكن يكلفهم الكتير وقد كان. 6 ثواني تانيين شفنا الهدف الثاني من عز الدين أناحي، ولما ابراهيم دياز اشتغل واشرف حكيمي اشتغل. احنا انا قلت لك احنا جايين من المستقبل. حصل ان المنتخب المغربي متفوق دلوقتي وخلاص شبه بينهي على المباراه اكلينيكيا. عايز اشوف بقى الكاميرا على جيسي مارش دلوقتي لان كان محبط خلقه. هو محبط خلقه، ده ممكن ياخد شطته ويمشي دلوقتي لانه الراجل خلاص بقى. انما حلاوتها في ايه يا جماعه؟ هي دي. ما هو والله انا دايما بتفرج على كره القدم يا دكتور عادل بمنطق المدرسه، دروس. دي لقطه انت حضرتك قريت مشهد،
نفذوه في ذات الدقيقة. الأجمل منه انه مفيش فزلكه، لما لقي الكوره بعدت دياز راح ساندها لاقرب واحد. الراجل واخد مكان 10/10 على طول. النهارده أناحي يجيب جولين يا جماعه عشان يدخل في قائمه الهدافين ويضع المغرب على اعتاب دوري ربع النهائي بانتظار المواجهة المرتقبة التي ستجمع باراغواي مع فرنسا. يعني سيكون الفائز منهما ضيفا على المغرب يوم 9 يوليو. المباراة هتبقى صعبة جدا. يعني متوقعين طبعا تكون فرنسا افضل فريق في البطولة بصراحة. نعم. ولكن المباراة هتبقى صعبة جدا جدا في مواجهة المغرب. المغرب هيكون عليها انها يعني تدافع بشكل مميز قوي طبعا، لان دول عنده قاطرتين بشريتين بماكينتيه تهديف. يعني ديمبلي عند الاستاذ مبابي. سقوط على الارض لسفيان رحيمي. سلامات، خلاص يا سفيان، فاضل اقل من دقيقة. انما كان التحام قوي اصطدام مع اللاعب صاحب القميص رقم 14 جيكوب البديل اللي نزل. خد فاول سفيان. هذه اتلعبت على طول للعيناوي من حكيمي. العيناوي بعرض الملعب تمام، راحت لمزراوي اللي بيلعب الاماميه، بتعدي من سمير المرابيط وتطلع بره الملعب رمية تماس. اذا ايها السيدات والساده، المنتخب المغربي اسود الاطلس على اعتاب مجد جديد، يواصلون ويربطون الحاضر بالماضي. قبل 4 أعوام تجاوزوا هذا الدور إلى دور الربع نهائي ومنه إلى نصف النهائي، وممكن الهدف الثالث يا راجل، سمعني صوتك. الثالث يا سفيان يا رحيمي، ما خدش فيهم رحمة وحط الكرة جول جميل. بقول له يلا الثالث. سفيان رحيمي أيها السيدات والسادة يجعل المباراة هاتريك ب3 أهداف، لكنها بتوقيع لاعبين عز الدين أناحي وسفيان رحيمي. سفيان رحيمي في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع، أو نستطيع القول أن الدقيقة 97، وسبقه عز الدين أناحي في دقيقتين 4 من الشوط الثاني و37 من الشوط الثاني. مبارك لأسود الأطلس، مبارك للمغرب، مبارك. ديما سير فعلا. المنتخب المغربي يعزف على التيشيرت كده سفيان، كده على اللوجو بتاع الاتحاد المغربي، يعزف لحن ويتقبل وهبي التهاني في خارج الملعب، رغم ان المباراة لم تسدل الستار حتى لا. لكن انت بتتكلم على ايه؟ على 3 أهداف يا جماعة حلوة قوي. ال3 داخلين في نفس الزاوية. يعني حطها برجله الشمال في اقصى الزاوية اليسرى لحظة خروج الراجل اللي وسع له الجول قوي، شرع المرمى تماما ماكسيم كريبو. سيداتي وسادتي، تهنئة لأشقائنا في المملكة المغربية بهذا التأهل عن جدارة واستحقاق، خصوصا بعد الأداء المميز والمتفوق في الشوط الثاني من أسود الأطلس. والمباراة ثلاثية بتوقيع عز الدين أناحي 2 وسفيان الرحيمي. وبانتظارك يا فرنسا ان تجاوزت باراغواي. هتبقى مباراة للعمر وللتاريخ. بصراحة اطلق سيداتي انساتي سادتي الانجليزي مايكل اوليفر صفرة النهاية، ورايح جيسي مارش بروح رياضية بيحيي ويهني محمد وهبي. لكن احنا بنقول هارد لاك لمارش ولاعبيه، يعني قدموا اداء تنظيمي جيد باعتبارهم دولة من الدول الثلاث المنظمة، وحاولوا واجتهدوا وخرجوا لأول مرة من دور ال16، انجاز يحسب للمنتخب الكندي. وعندما تحضر كندا تحضر انجازات المغرب. 86 كندا بتشارك لاول مره. بيعدوا دور المجموعات. 2022 معاهم في نفس المجموعه يوصلوا الدور قبل النهائي. والمره دي بيوصلوا الدور ال8 عن طريق كندا. هي باب السعد ومفتاح السعد للمنتخب المغربي. مبروك اسود الاطلس، وبانتظار ان شاء الله الفرحة المصرية يوم الثلاثاء على حساب التانجو. سيكون للفراعنة باذن الله قصب السبق والتفوق بإذن الله بالإصرار والعزيمة والروح المصريين. سنكون أيضا حاضرين في دور الربع النهائي يا رب. لا نملك إلا الدعوات والتوفيق لمنتخبنا الوطني. عموما سيداتي أنساتي سادتي، اسمحوا لي أن أشكر دكتور عادل سعد على صحبتك الجميلة وتحليلك الراقي. بسعد دايما بكون معك خصوصا في ديما المغرب وديما بونو.
اكيد والله اكيد والله أكيد. الواحد فرحان. شوط تاني بطولي من المنتخب المغربي. تاني تكتيك بقى، ده الشغل بقى ايه اللي كان يعني يهدي اعصابك يا دكتور عادل. اكيد. اللعب على الهجمه المرتده واستغلالها بشكل اكثر من 3 اجوال كربون والرابع ضاع لما جت في العرض بتاعت سفيان رحيم. وفي مشاهد كتيره جدا يا كابتن محمد النهارده لما تتفرج على المباراه اللي اتكلمنا ما بين الشوطين. اشرف حكيمي لما اشتغل، لما جاب الفاول اللي عمل منه العرضيه اللي سجلنا عز الدين ونحن. ابراهيم دياز لما بدا يتحرك تحرك ابراهيم دياز صنع هدفين. ما هو عملها الأناحي في الثاني وعملها في الثالث لسفيان رحيم. طيب شمس الدين طلب اللي قلنا لازم يكون موجود النهارده هيفرق. شمس الدين طلب اللي عمل التمريره المفتاحيه في الهدف الثاني. تغييره سفيان مرابط خلت بشكل كبير جدا. انت قفلت بقى وسط الملعب بقى العيناوي، نائل العيناوي مظبوط، وسفيان المرابط، ودخل معاهم سمير مرابط كمان. سمير مرابط بعد ما خرج معدي بالظبط. وقبل الهدف الثاني ب6 ثواني بقول للكابتن اشرف انا شايف المنتخب الكندي مندفع قوي وممكن يكلفهم كتير. الكرة يا دوبك اتقطعت اتنقلت الهدف الثاني. فده كان مطلوب. وكان مطلوب كمان ان انت ما تريحش المنتخب الكندي في الطلوع بالكوره لان هم بيعملوا مسباص كتير. انت كنت سايب لهم الكوره، سايبها لهم، بس كنت بتضغط من نص الملعب في الشوط الثاني، فانت بالتالي ضغطت عليه، ما بقاش يقدر يعمل الهجمات اللي عملها في الشوط الاول. بالزبط. وبدات انت تستغل كراتك الطويله، الهجمات المرتده بشكل افضل، بشكل احسن. لكن الجميل ما هو لازم يبقى معاك توفيق. ان انت تعمل 4 هجمات مرتده تجيب 3. لا انت فرقه كبيره. طيب انت فرقه كبيره. الفريق الكبير كمان بيقاس بشيء. انت النهارده بتلعب في وسط تقريبا 100,000 متفرج على ملعبهم. المنتخب الكندي مش منتخب كبير، بس في جمهور مغربي برضو كان اكيد كبير. اكيد كان في جمهور مغربي. المهم بالنسبه لي ان انت كمدرب قاعد بره شايف الكلام الاخطاء اللي موجوده وعالجتها. بايه؟ ان اشرف حكيمي قادر ان هو يشتغل بشكل كويس في الشوط الثاني، ما كانش ده موجود في الشوط الاولاني خالص. كمان من ضمن الحاجات المشاهد المهمه في المباراه اللي لازم نتكلم عنها بشكل مميز ياسين بونو هو اللي ابقى على حظوظ المنتخب المغربي في الشوط الاول. انا قلت لك ديما بونو بجد. انت لما تبقى فرقه كبيره ومعاك حارس مرمى كبير هتعدي وهتروح لحتت حلوه قوي. حارس مرمى بهذه الامكانيات وهذه الثقه وهذه لا ما شاء الله. لا انا مش قادر اقول لك يعني. لا بيتقلك. معاك جول مش يعني مش هتخش فيه غير الكره اللي لازم تدخل. بالظبط. دي اللي بتفرق مع المنتخبات الكبيره. ده صح. انت ممكن تبقى منتخب كبير جدا وما معكش حارس مرمى كبير ضيعك. عليه ده من ضمن بدايه الفوز للمنتخب المغربي ان ابقى على حظوظ المغرب في الشوط الاول. النقطه بقى كمان اللي مهمه كانت بالنسبه لي اللي انا شايفها مفصليه قوي، اللي هي اللي بعيدا عن تحركات دياز واشرف حكيمي اللي فرقت اللي كنا بنتكلم عليها في الشوط الاولاني وما بين الشوطين، وشمس الدين الطلبي اللي نزل برضه فرق كتير مع المنتخب المغربي مباراه بامتياز لسفيان مرابط النهارده كان صداده مهمه جدا في وسط الملعب لما نزل في الشوط الثاني. لان سفيان مرابط عمل الحته اللي ما يقدرش معدي ويعملها نائل العناوي، اللي هي بقى ان هو بيكسب الالتحامات البدنيه. ما شاء الله هو قوي جدا. تحس ان هي دي المباراه بتاعته فعلا. هو يمكن ما بيلعبش كتير، تقل شويه بس هي دي مباراه سفيان مرابط. فكان محمد وهبي موفق بشكل كبير جدا النهارده في اداره المباراه واداره المباراه ككل. ومباراه تبقى مرجعيه للمنتخب المغربي ان انت حتى المشاكل اللي موجوده عندك تشتغل عليها. وزي ما قلتها لك قبل الاستوديو يا استاذ محمد 1 و2 و3 اشرف حكيمي دايما هو اللي عنده حلول كتيره والمفتاح للمنتخب المغربي. حدث ولا حرج بقى ادوار ياسين بونو واللاعيبه النجوم اللي في المنتخب المغربي. مبروك للمنتخب المغربي، فوز يعني اسعدنا جميعا، وان شاء الله كمان نسعد اكتر بفوز منتخبنا. احنا من 10 بقينا 2 فعايزين نحافظ على الاثنين دول بالظبط. لكن دلوقتي النغمه اللي اشتغلت اول ما الماتش خلص 3-0، لو دخلت على السوشيال ميديا يقول لك مشوار المغرب خلص خلاص يا خساره، ده هيلعبوا فرنسا في دور الثمانيه. هو الحقيقه
المنتخب الفرنسي من وجهة نظري طب هو نستنى لما يلعبوا باراجواي النهارده. باراجواي يعني لسه الساعه 12 فرنسا وباراجواي. هي باراجواي عملتها مع المانيا بس المانيا مش فرنسا. لا بص هو الماتش هيطلع بتاع 3 ولا حاجه فرنسا يعني ماتش فرنسا وباراجواي بتاع الساعه 12 ده يطلع بتاع 3. انا مش مختلف بس نستنى يعني كله يقول لك مشوار المغرب خلص خلاص. لا برضو ما حدش عارف يعني كاس العالم 2022 ما هو مين اللي طلع المغرب في السيمي فاينل؟ فرنسا اللي طلعت المغرب. والمره دي برضو فرنسا اللي كانت كمان في الاولمبياد كانت موجوده بقوه وما فازتش باللقب. لا صحيح ان ده منتخب وده منتخب لان ده طبعا بيبقى مطعم ببعض اللعيبه اللي في المنتخب الاول ولكن في الاول وفي الاخر انت بتلعب على حظوظك. عملت مباراه كبيره النهارده في الشوط الثاني، شوط اول للنسيان للمنتخب المغربي، اسوأ اشواط المنتخب المغربي كانوا صعبه قوي ولكن في النهايه منتخب فرنسا انا من وجهة نظري هو المنتخب الاكثر جاهزيه في البطوله ده على مستوى كل المنتخبات. وان كان ديدي ديشامب طلع قال لك انا مش راضي عن الاداء. لا ده غير كده كمان بس النهارده في تصريح فاكر تشلافرت شلافرت طبعا جون المنتخب على فكره الثاني اكتر حارس في التاريخ احرز اهداف، جايب حاجه و60 جول. حاجه و60 جول وكان بيلعب في فاليس هارسفيلد لما فاز معاهم ببطوله الكوبا ليبرتادورس، ضربات حره وضربات جزاء كان مميز. قال لك احنا هنلاعب منتخب افريقيا. بس خلي بالك شوف الكلام انا هقول لك على يعني حاجه ليه تصريح النهارده انا شفته قال لك هنلاعب منتخب افريقيا. انت جيت لي بقى في حاجه افتكرت حاجه مهمه. ايه بقى؟ شلافرت واحده من افضل اداءاته